بيبدأ الفيلم بأستاذة لمياء اللي قاعدة بتعمل تريكو ولكنها بتعور نفسها. كمشاهد عادي هتقول هتقوم تجيب لزقة، تغسل ايديها، اي حاجة يعني، لكنها بتقرر تدوق دمها. نايس. بيوصل نادر جوزها اللي بيرن جرس البيت ويبصوا لبعض بصات مش بصات متجوزين، دي بصة اتنين بينهم قضية نفقة. بيروحوا لابنهم مالك في اوضته اللي تحسها اوضة مستشفى، وبنعرف انه تعبان تعب خطير. الحقيقة انا حاولت افهم ايه المشكلة، ولكن اكبر صعوبة قابلتني هي اداء الفنان ظافر العابدين. الراجل بيوشوش الجمهور مش بيتكلم يا اخوانا. بعدها بشوية انا فهمت، ويا ريتني ما فهمت، لان احنا بنعرف ان نادر كان انسان محترم ولكنه عمل شيفت كارير وبقى شغال مصاص دماء. نادر كان مسافر رومانيا عشان يخلص في صفقة دم علشان ينقذ ابنه ويخليه مصاص دماء زيه، وانت عارف بقى يعني مفيش زي الدم في رومانيا، شلها يا سيد دراكولا. بنروح لهم تاني يوم وهم مستنيين ابنهم يموت علشان يصحى تاني كفامباير. انا مش عارف اللي كاتب السيناريو ده داروين ولا ابراهيم عيسى ولا مين. المهم الولا بيصحى فعلا ولكن بطريقة الاندرتيكر. انا عطشان. انا زيك بالظبط، كنت فاكر امه هتطلع تعمل له نسكويك ولا سيريلاك ولا شويه شاي بلبن حتى، لكنها راحت تدور على كائن حي علشان يمصه، وفي حركه خنزره كده بتخطف القط الاسود بتاع الجيران علشان ملك يبل ريقه بيه. كان ناقص بس تقول له سمي يا حبيبي قبل ما تمصمص. ادهم اخو مالك بيرجع من المدرسه مع زميلته علشان تتغدى عندهم، فاستاذه لمياء بمنتهى الذوق بتقول للبنت معلش يا هند، احنا مش عاملين غدا النهارده في البيت، انتي اتغدي في بيتكم. تقفل الباب في وشها. شوف يا اخي يعني مخلصين مخزون الشارع من الدم بس ما عندهمش دم. نادر زي اي فامباير محترم بياخد القطه بعد ما اتشفطت خالص وبيدفنها في الجنينه بتاعت الفيلا. هتقول لي ايه المبرر؟ هقول لك معرفش، بس تقدر تقول كده اخلاق الفامباير. تاني يوم جارتهم بتسال لمياء عن القطه اللي ضاعت، فبتقول لها انها ما شافتهاش، واول ما بتدخل البيت بتلاقي نادر جوزها اتلسع من الشمس. صباح الفل. بعد ما بيفوق بيديها المنيو المطلوب لوجبات الفامباير، وفي كمية دم في اليوم ما يقدرش عليها عدنان ومزاجنجي مجتمعين. بيت كوبرو ايه ده؟ بصوا قد ايه. بتروح لماء تعمل شوبينج بينما نادر قاعد في البيت بياكل بانيه ني، يعني فاكر نفسه احمد العوضي تقريبا، ولكن البانيه ما بيعجبوش علشان ما فيهوش دم. فبيجي طفل صاحب ولاده كده فبيقول الحمد لله الغدا وصل. مالك بعد كده بيحاول يفتح الباب علشان يخرج، ولكن ابوه نسي يقول له ان النار صحيح ما بتحرقش مؤمن، ولكن الشمس بتحرق الفامباير. ايه اللي بيحصل لي؟ يعني انت جاي تستغرب دلوقتي ولما اكلت قطه على الريق كده ما حسيتش ان في حاجه؟ ما سالتش حتى انا ليه باكل قطه يا اخوانا؟ لمياء ونادر بيقعدوا مع ابنهم يحكوا له زي اي فامباير مراهق ايه اللي بيحصل له، وان صوته هيتخن وهيطلع له شنب وهيمص دم، واكيد برضه مش لازم يهزر هزار تقيل مع اخوه ويمص دمه. بيعلموه تكيت مص الدم زي استاذه امينه شلبايه، وازاي يشرب الدم بالمعلقه وما يبقاش جربوع فقير ويمص الدم مباشره كده من الحيوان. وحش. الاكل ده ما بيجيش معاه سكه، فبيقوم يبلع له ارنب، ولما يقوم بقى مصمص له حمامه كده ابوه بيقول له لا المنيو النهارده ارانب بس. الغدا النهارده ارانب بس. نادر بيحكي لمراته بعدها انه اشترى الدم في رومانيا من الكونت دراكولا نفسه مقابل $100,000. اسعار الفامباير ولعت يا اخوانا، يعني ده استاذ عدويه كان عامل فامباير في انياب ب2 جنيه ونص، كانوا تمن النابين البلاستيك اللي هو مركبهم. جارتهم بتوصل تقعد معاه، فابنها مالك بيعمل شقاوة فامباير كده وكان عايز يمصها، ولكن امه بتقول له كده نوتي وبتطردها. لمياء بعد كده بتعمل عيد ميلاد للاولاد وبتعمل لهم عصير دم عشان العيال تتكيف كده. وبينما نادر ولمياء مشغولين في الاوضه بيروح مالك يعض اخوه ادم علشان يبقى فامباير زيه والولاد ما يغيروش من بعض. ادم بيبقى فامباير ونادر بيحكي لمراته ان الدم ما جابوش من رومانيا، الدم ده كان دمه هو، وهو ضحى بنفسه كفامباير خالد علشان ينقذ ولاده. بيقول لا احنا مبقاش لينا عيش في المكان ده، قصدي يعني دم في المكان ده، ولازم نعزل في اي تابوت تاني. جارتهم بقى عايشه في الطراوه لسه بتدور على القطه بتاعتها فبتشك فيهم. بتدخل البيت بعد ما خرجت لاميا عشان تشوفهم باعوا القطه بكام، ولكن بتلاقي جثتها. مالك وادم قاعدين بنعرف من كلامهم ان الحادثه اللي حصلت لمالك هي ان اخوه زقه على عربيه ابوه وهي ماشيه فدخل في غيبوبه. لسه العيال بتتعاتب عتاب اخوه كده، بيجي واد صغير من بره يخبط على الباب ويقول لهم انه جاي علشان عايز فلوس، فبيقولوا له عايز فلوس بتاع ايه؟ فبيقول لهم ان ابوكم مص دمي قبل كده واداني فلوس، فانا جاي اعمل فريلانسيه صغيره كده خليه يمصني شويه كمان واخد فلوس تاني. فمالك بيقول له لا يا صاحبي المره دي بقى احنا هنشرب ومش هندفع، احنا زباينك يا عم في ايه؟ هوب بيهبش في رقبته ولا كانه كلب جيرمان. انا عندي سؤال بقى، هو الدم راح فين يا اخوانا؟ يعني هنا كان بيشرب وفي دم اهو، هنا ابوه فصلوا عنه الدم اختفى. سبحان الله شغل فامبايرز ده. خلي بالك ابوه طبعا بيزعله على اللي حصل ده، فبيسحب له واحده فامباير، فابنه اللي ما ترباش بيسحبها لابوه.
ده تقريبا كمان الواد اللي سحبها له الاول. نادر بيتصرف طبعا علشان ما يتفضحوش، فبيجيب البيت اخت الواد اللي هم لسه مصينه ده وبيخلصوا منها هي كمان. بيطلب من مراته وولاده يسيبوه وهو هيخلص من الجثث، ولكن الشرطه بتعرف باختفاء جثه جارتهم فبيشكوا فيهم وبيروحوا على البيت عندهم. بيمص نادر دم الاول والتاني وبيجي عند الظابط التالت وبيقول انا شبعت، تم تعبئه الكرش بنجاح بقى، خلاص كده كفايه. بيطلع على السطوح وبيقرر ان هو يستنى الشمس علشان زهق من حياته، وفعلا بيتبخر اول ما بتطلع الشمس، وده جزاء كل فامباير ما بيحطش سكين كير. اما بالنسبه للمياه بقى فبتهرب مع الولاد، وعلشان البيت الجديد ما فيهوش اكل فزي اي ام مضحيه بتدي لاولادها دراعاتها علشان ما يناموش من غير عشاء. الحقيقه يعني ده من اسوأ الحاجات اللي انا شفتها على الفامباير، ومن اسوأ الحاجات اللي انا شفتها عموما، ومش عارف ليه حد مثلا زي ظفر العابدين او نيلي كريم ممكن يعمل حاجه زي كده. هل كان عليهم شيكات؟ هل كان عليهم اقساط؟ محدش عارف ايه المبرر لهذا العمل. يعني فيلم زي انياب مثلا هو احسن من الفيلم ده، يعني على الاقل كان في قصه، في حاجه في خط درامي، في احداث بتاع، في فكره قد تكون عبثيه بيحاول يوصلها، ولكن كان في فكره. اللي انا شفته ده بقى مش فاهم الفكره منه والله، لحد ما خلصت الفيلم مش عارف هم عايزين يقولوا ايه. طب يعني ايه عيله الفامباير دي عايزه توصل لايه؟ محدش فاهم. المهم يا اخوانا في النهايه عايز اقول لكم ان الصفحه غالبا بتجيب اخرها، فاحنا ممكن الفتره الجايه ننقل على اليوتيوب ان شاء الله. هننزل هناك بشكل اسبوعي حلقه على الاقل كل اسبوع، ما كانش حلقتين بس. هنحاول ان شاء الله نزود الدنيا هناك كده ايه ونظبطها شويه، لان الدنيا هنا ما بقتش احسن حاجه. فلو انت بتتابعني، لو انت بتحب ملخصات الغلابه، لو انت بتحبني انا شخصيا، خلينا في المحتوى احسن. وايه يعني لو عايز تتابع المحتوى ده يعني اشتراك بقى على اليوتيوب، روح كده اعمل لنا روق لنا الدنيا هناك، لايك اشتراك بتاع مش عارف ايه. وما تنساش قبل ما تخرج زي كل مره تعمل لنا ايه لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، واستناكم في الحلقات اللي جايه. سلام.